مع إن الحلقة 7 من مسلسل ديرديفل كانت حلوة جدا، لكنها في نفس الوقت محبطة شوية، وده بسبب إنهم أنهوا قصة ميوز بسرعة، وأنا كنت شايف إنه لسه في كتير كان ممكن يتقدم لأحداث أكتر من الشخصية، بس الظاهر إنهم عملوا كده عشان يخلونا نركز أكتر على المواجهة الجاية بين ديرديفل ضد كينج بين وفريق تاسك فورس. وأهلا بيكم في شيف أفلام، وفي فيديو النهاردة هشرح وأتكلم عن كل حاجة حصلت في الحلقة 7 من مسلسل ديرديفل بورن أجين، واللي شفنا فيه موت شخصية ميوز السفاح وعودة ديرديفل للأكشن من تاني. بس الأول أتمنى إنكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة اللي لسه مش مشترك عشان دعمكم بيفرق معايا، ويلا بينا. الحلقة السابعة ابتدت بإن كينج بين عرف بعودة ديرديفل للأكشن، وإنه أنقذ أنجيلا قبل ما تموت على يد ميوز، وكان السبب في إن الشرطة تعرف المكان اللي بيستخدمه عشان يقتل فيه الضحايا. ودي حاجة تضايق وتفرح كينج بين في نفس الوقت، ولو مستغرب ازاي دي حاجة تضايقه وتفرحه في نفس الوقت هقولك، لأنه باين من تعبير وشه هنا فهو متضايق لأن ديرديفل رجع عشان فكره بالماضي اللي بينهم، وإنه أذاه في شغله وتجارته، لأن ديرديفل كان ضيع شقة عمر 10 سنين شغل الكينج بين، فكان دمر كل أعماله وأنشطته الإجرامية وتسبب في سجنه، ودي الحاجة اللي مضايقاه. بس فرحان إنه رجع عشان بالنسبة له فرصة وجات له تخليه يعرف ينتقم منه، لأنه بقى في منصب حكومي عالي وعامل فريق الأنتي فيجيلانتي تاسك فورس، لأنه بيأسس لقانون يكون مانع للفيجيلانتي او ان ناس لابسه ماسكات او زي السوبر هيرو وتعمل اعمال بطوليه خارجه عن دور القانون. وبرجوع ديرديفل للاكشن يبقى هيخالف القانون بشكل ما، ويبقى كده كينج بين عنده فرصه انه يوقع بديرديفل ويظهر انه مش بطل او اي حاجه، وانه شخص خارج عن القانون، وبكده يثبت انه كان مظلوم مثلا لما ديرديفل كان يتسبب في سجنه. وده اللي كان قاعد يقوله كينج بين لمساعده باك كاشمان عشان يعرفوا ان ديرديفل ده مش حد ملاك وانه مش بطل او اي حاجه. فاحنا مع الحلقات الجايه هنشوف عوده المناوشات الشخصيه بين كينج بين وديرديفل. بعدها بنشوف أنجيلا وهي في المستشفى وبيجي لها أحلام وكوابيس عن اللي حصل معاها وإنها كانت هتموت ودمها يتصفى، وفي نفس الوقت بنشوف مات موردوك وهو واقف سرحان كده، وده لأنه زي بيجيله فلاش باك عن اللي حصل، لأن مات موردوك دايما عنده إحساس بالذنب لما بيتقمص شخصية ديرديفل وإنه يرجع للعنف، وعنده انفصال بين انه محامي وبين انه فيجيلانتي، بيبقى دايما تايه بين الشخصيتين ومش عارف مين الصح ومين الغلط، والمشكله دي دايما معاه من قصص الكوميك. وهيزر بتلاحظ الكدمات اللي على جسمه، ولما بتسأله عليها بيتحجج إنه شخص أعمى ممكن يتعرض لحوادث وإنه ممكن يقع، وهي تبقى عارفة إنه مخبي عنها حاجة وكاتم مشاعره بسبب موت صديقه فوجي وبعد كارين عنه، لأنه بيقول لها كل اللي هو فيه ده فيك يعني مش حقيقي. بس طبعا يلحق نفسه ويصلح كلامه ويقول لها ما عدا انت طبعا، فهو هنا لحق نفسه. بس بعدها بنشوفه في مكتبه بيتخانق مع شيري عشان قال له دور على ميوز عشان يعرف مكانه، وشيري رفض يساعده عشان كان مات وعده انه مش هيرجع لشغل ديرديفل تاني. راح مات قال له لما كنت بتخدم في الشرطه كنت بتدور عليا، زي كده جيم جوردن لما كان بيدور على باتمان عشان يساعده في قضيه ما. وبعدها الخناقه بتكمل بسبب ان كريستيني اللي معاهم في المكتب شايفه مات مش مركز او مش موجود، وان في اسرار بينه وبين شيري وكده شايفه مفيش ثقه بينهم. فمات موردوك في الحلقه كان بين مشاكل دراميه مع هيزر لشيري لكريستين وقبلهم انجيلا، وكل ده عشان هو ما كانش عارف ياخد قرار بانه يرجع ديرديفل ولا يفضل مات موردوك المحامي وبعيدا عن مشاكل الفيجيلانتي والسوبر هيرو. بعدها بنشوف لوكاس عامل عصابه بيتقابل مع فانيسا عشان يتكلموا في الشغل اللي واقف بينهم، وبنشوفه بيسالها هو ليه كينج بين عايز يبقى في السياسه وهدفه ايه، لانه بالنسبه له كده الشغل واقف والمصالح واقفه، وقال لها شوفي لو تقدري تغيري ده، وقصده هنا انهم يتفقوا على انهم يتخلصوا من كينج بين. بعدها بنشوف المحققه انجي كيم في مكتب ويلسون فيسك وتعرفوا باللي لقيته في مكتب ميوز، وهي وصلت لايه في التحقيق لانها لما كانت هناك شافت السلاسل اللي كان يعلق عليها الناس والدم والحقن والرسومات، ومن قطعه قماش قدرت تستنتج هو ممكن يبقى مين واسمه ايه، واللي بنكتشف ان اسمه باستيان كوبر، وده اللي نتاكد منه لما نشوف ميوز عند هيزر عشان يحضر جلسه من جلسات العلاج النفسي، وهي بترحب بيه وتقول له باستيان. وبالمناسبة ميوز في الكوميك ما فيش ولا مرة تم الإعلان عن اسمه، هو في الكوميك معروف باسم ميوز وبس، فباستيان دي حاجة كده اخترعوها لأحداث الدراما في المسلسل. لما كينج بين بيعرف بالمعلومات دي بيبعت لشرطة التاسك فورس عشان تدور عليه، وفي نفس الوقت بنشوف باستيان مع هيزر اللي بيحكي لها أكتر عن أسرته وحياته، وإن أبوه وأمه كان بيخلوه يدرس الحاجات اللي هم عايزينها مش الحاجات اللي هو حاببها زي الرسم، وكان اتعلم التايكوندو غصب عنه. بس بنعرف من المحققه انجي كيم ان مدرب التايكوندو مات مقتول، وطبعا هو اللي قتله، بس وقتها ما كانش فيه شك. بعدها بنشوف باستيان يقول للهيزر انها السبب في انه اتغير وانها حررته، وانه دلوقتي الناس والمدينه بقت تشوف اعماله الابداعيه وفي شويه دم ينزل منه فبيرسم بيه على الورقه، فهيزر بتفهم ان هو ده ميوز السفاح وانها كل ده كانت تتعامل معاه، وكمان يعاقها اكتر معاها لما يقول لها انت السبب في اللي انا فيه. بعدين بنشوف مات موردوك بيروح لأنجيلا في المستشفى عشان يسألها لو خدت بالها عن أي حاجة غريبة هناك، وهي تقول له إنه كان عنده رسومات لوشوش ناس كتير وإنه كان مهتم بيها جدا
عشان بعدها بنشوف دير ديفل يروح تاني لمكان ميوز ويدور في رسومات هناك ويحاول يحسس بايده عليهم عشان يقرا اشكالها. والمفاجأة انه بيلاحظ اكتر من رسم لنفس الشخص، ولما بيركز بيعرف ان ده وش هيزر، وده في دخلة الشورتي بول اللي لما دير ديفل بيشوفه يضربه بحاجة يوقعه ويجري عشان يلحق هيزر. وباول يعرف كانج بين باللي حصل ويعرفه انه ميوز رايح ورا دكتور هيزر وان دير ديفل كان موجود. فكينج بين يقول له مستني ايه، يلا روح هناك وخد باقي الفريق معاك. بعدها بنشوف هيزر وهي بتحاول تهرب من ميوز اللي بيفرش ملاية بيضة عشان تبقى هيزر اخر لوحة يرسمها قبل ما يموت، لانه بقى فاهم ان وقته قليل من بعد لما انكشف. بس حظه السيء ان ديرديفل يدخله من الشباك ويشتبك معاه بقوه، لان ديرديفل مش مستعد يخسر حد قريب منه تاني، كفايه عليه صديقه فوجي. وبنشوف فايت بين ديرديفل وميوز، ونلاحظ ان ميوز كان هنا مركز انه يقتل هيزر باي شكل، زي ما كان يحاول يقتل انجلا وقت الفايت مع ديرديفل في محطه القطر، وده عشان بالنسبه له فنه هو اهم حاجه عنده، فلازم يكمله للاخر. بس ديرديفل يلقطه هنا ويسحبه لورا عشان يبعده عن هيزر، ودم ميوز يغرق الدنيا، بس يقدر يجرح ديرديفل في رجليه، بس ديرديفل ينزل فيه ضرب. لما ميوز يقف هيزر تضربه بالمسدس وتخلص عليه ب4 طلقات، وبعدها بتقع مغمى عليها عشان كان سحب في دم كتير منها قبل ما ديرديفل يجي، ومات يطمن عليها بسرعه قبل ما يمشي ويسيبها لان فريق التاسك فورس كان وصل. وبنشوف هنا ميوز ميت وواخد نفس وضعيه الرسمه اللي كان رسمها في الحلقه اللي فاتت بتاعه تمثال الحريه زي ما انتم شايفين. بعدها بنشوف كينج بين يروح يعاين جثه ميوز بنفسه، والشورتي نورس يقول له انهم لما وصلوا كان ميوز مات وان ديرديفل كان هنا. فكينج بين يقول له ما كانش في حد هنا، انتم اللي انقذتم المدينه من جرايم ميوز، وده عشان يعمل قيمه لشرطه التاسك فورس ويبقى هو صح. بعدها بنشوف بيبي الصحفيه بتدخل على داني مساعد كينج بين في مكتبه، وهو بطريقه لطيفه غير مباشره يهددها ويقول لها عايزك تقول ان فريق التاسك فورس هو اللي قتل ميوز، وده زي تعويض منها عشان كانت ضحكت عليه واخدت منه اخبار وكتبتها في الجريده عندها، فدي قصاد دي يا اما هتشوف ايام سواد. في الاخر بنشوف هيزر في المستشفى ومعاها مات وهي متضايقه لانها قتلت، بس هو يقول لها انه كان دفاع عن النفس ومش لازم ترمي نفسك، وتقول له ان ديرديفل كان هناك وانقذها. بس بنشوف في الاخبار ان كينج بين عامل مؤتمر صحفي ومجمع فريق تاسك فورس حواليه عشان يقولوا انهم قضوا على ميوز، وانه زي ما وعد بالامان في الشوارع فهو كده بينفذ وعده. وتنتهي الحلقه بان فانيسا تبعت رساله للوكا تقول له ان ويلسون بيتعشى في مطعم لوحده، ولوكا كده زي اللهبل بيصدق ويروح له، وفي اللحظه اللي بيخرج مسدسه عشان يقتل فيها ويلسون بياخد له طلقتين حلوين من باك اللي مستخبي، وكينج بين قاعد هنا في ثبات انفعالي اكن مفيش حاجه حواليه بتحصل، وبيطلب اكل كمان وهو مروح لفانيسا حقها تتعشى. وتوقعي للحلقات الجايه اننا هنشوف مشاكل اكتر بين هيزر ومات موردوك بسبب اللي حصل ده، غير الضربه اللي خدها مات في رجله اكيد هي هتشوفها وتعرف ان دي من ميوز لما كانوا في الفايت مع بعض، وده اكيد حاجه هتضايقها انه ديرديفل كان بيكذب عليها، خصوصا انها ممكن تعرف ان كارين اللي كانت تعتبر حبيبته كانت عارفه وهي لا، ده غير انها مش بتحب الناس اللي بتلبس اقنعه زي ما قالت لميوز كل اللي يلبس قناع ده جبان، فكل ده هيطلع على مات موردوك لما تعرف ان هو ديرديفل. وزي ما قلت في المقدمة الحلقة حلوة بس محبطة لأنهم تخلصوا من شخصية ميوز بسرعة، وكنت أفضل لو نشوف منه أكتر لأن شخصية ميوز فيها كتير ممكن يتقدم، بس زي ما قلت ده حصل عشان غالبا في الحلقات الجاية هنشوف مطاردة ومناوشات بين فريق تاسك فورس لديرديفل. وبس كده دي هتكون نهاية شرح وتحليلي لكل اللي حصل في الحلقة السابعة من مسلسل ديرديفل بورن أجين، وأتمنى الفيديو يعجبكم وتعرفوني على كل تعليقاتكم في الكومنتات، ورأيكم إيه في الموت البدري لشخصية ميوز، وشايفين الحلقات الجاية ماشية إزاي. في الآخر أتمنى إنكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات وفولو لشيف أفلام على الانستجرام عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.